السلام عليكم لكل المتابعين والمتابعات، مرحبا بكم في القناة. معكم زينة من قناة عالم زينة. فيديو اليوم فيديو جديد على القناة، فيديو تفصيلي عن بعض الحلويات اللي كنت درتها نهار العيد. بهذه المناسبة نقول لكم صحة عيدكم مالغري جات روطار، الله غالب. رجعت لكم فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم راح تكون عن لي تارتولات بأكثر من 3 حشوات مختلفة، كذلك أشكال مختلفة للي تارتولات. كما راكم تشوفوا هنايا كنت حطيت 500 غرام تاع مارغرين، حطيت معاها كاس سكر غلاس، مغرف عطر الزبدة، وهنا عندي حبة بيض كاملة مع صفر حبة بيض. نبدا ندرب بالباتور. اللي ما عندهاش هاد الباتور تقدر دير بلا فوي عادي جدا، يعني تقدر تدرب. وهنايا بالنسبه للزيت كنت حطيت 3 مغارف زيت. هنا راني نعبر لكم بالزيت، راني نعبر لكم بالمغرف عفوا. ونكمل ندرب اشاك فوا نزيد حاجه، نبقى ندرب حتى يبيض لي هذاك الخليط، يولي لي خليط كريمي رايح الابيض. نبدا نزيد في الفارينه ديالي. الفارينه لازم نغربلها من قبل، باسكو كل ما تغربليها كل ما تجي الحلوه ديالك مهويه وتجي خفيفه. ناخذ لي مول ديالي ونبدا ندير فيهم كويرات. حجم الكويره من 30 غرام حتى 32 غرام، وتبقاي تبسطي فيها هكذا بيدك. حاولي باش ما ديريهاش خشينه، باسكو راح ديري الحشوه وتحتاجي هذاك المول ديالك ولا هذيك لي تغسله ديالك تحتاجيها تكون فارغه من داخل باش تقدري ديري فيها الحشو كما راكم تشوفوا هنايا. حاولت باش نزرب لا فيديو باش ما تجيش طويله بزاف. نحاول باش كيما هنايا درت نص العجينه، نص درتها بهذا المول ونص درتها بمول واحد اخر. بعد ما عمرت التغطيات ديالي ثقبتهم هكذا بالفرشيطه، نخليهم يرتاحوا حوالي نص ساعه، ومن بعد ندخلهم الفرن على 180 درجه هكذا. بعد ما عمرتهم كامل وثقبتهم حطيتهم السنيوه ديالي ورحت باش ندخلهم الكوشه على 180 درجه. بعد ما يوجدوا معايا خرجتهم حطيتهم، بديت نعمر فيهم. هنايا درت لهم كراميل مع كاوكاو محمص ومرحي خشيل. ولا عندك قطايف تزيدي تحمصيهم وتزيديه معاهم باش يكونوا يقرمشوا اكتر. هنايا بعد ما عمرتهم بالكراميل ديالي والكاوكاو خليتهم ينشفوا شويه، باسكو الكراميل تكوني سخنتيها من قبل، درتي فيها الكاوكاو باش تقدر تمشالك باغا تقدر تعمري بها. من بعد كي تعمري بها ليمول تخليها تنشف 5 دقائق فقط. زينيها بالكاوكاو والحاجه اللي عندك. لا عندك مكسرات تقدري ديري مكسرات. انا هنا درت لها الكاوكاو، درت لها شويه حلقومه من الفوق. وهاي اللي كيف جات الشكل النهائي ديالها، جات بزاف هايله بريزونطابل، تشبع، تعمر بها الطبسي. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هنا راني قطعت لكم حبه، شوفوا شحال جات هشيشه بنينه، يعني كيما يقولوا تدب في الفم. بالنسبه للشكل الثاني تاع لي تارتولات كان هذا المول تاع المهرز اللي هو مول غني عن التعريف. حبيت نعاود نديرو هاد الخطره بشكل جديد. ناخذ كذلك كويرات نحطهم في ليمول ديالي ونبدا نبسط فيهم، ونحاولي باش تنحي الزوائد تنحيهم برك بيدك. وهاد الكميه تقطع لك مليح اكثر من 70 حبه بيناتهم بين زوج، يعني بالشكلين يطيحوا لك 35 حبه في الشكل اللي تارتولات الاول وشكل تاع هاد المهرز. حاولت نقرب الكاميرا باش تشوفوا مليح الطريقه، يعني سهله بزاف، سهله ما ياخذلكش وقت كبير. كما راكم تشوفوا الطريقه هنا مفهومه باينه، ان شاء الله تكون وصلت المعلومه. حاولت باش نسرع شويه الفيديو باش ما يجيكمش بزاف طويل. كملت كامل الكميه اللي عندي، حطيتها في صينيه، شعلت لها الكوشه كيف كيما درت في لي تارتولات، درت فيه هاد الليمون كذلك ثقبتهم. هنا كان الولد تاعي يعاون فيا، تعرفوا الاولاد يحبوا يشاركوا معنا كلش. هكذا دخلتهم بعد ما طابوا
خليتهم يبردوا شويه ووجدت الحشو اللي راح نحشي به. فقط حبيتي تخليهم كيما راهم، حبيتي تزينيهم بشويه معجون على الوجه ديالهم. ديري شويه معجون وديريهم في الحلوى الفضيه اللي عندك، ولا حلوى ذهبيه، ولا اي حلوى عندك، ولا نواه كوكو كيما راكم تشوفوا هكذا. حاولت باش ندير كامل الوجه تاع الحبه ديالي، نغطسها مليح في هذيك الحلوى الذهبيه اللي تكون رقيقه بزاف. وريت لكم العمليه ولا الطريقه في حبه واحده، ونكمل نسرع على فيديو باش تشوفوا كامل مراحل. بالنسبه للحشو كيما راكم تشوفوا هنا درت شويه معجون مع كاوكاو محمص مرحي خشين. كذلك درت معاها شويه تاع ديول، كنت حمصتهم مليح وفتتهم باش يعطوني هذيك القرمشه كيما راكم تشوفوا. كذلك درت معاهم شويه تاع حلوه الترك، وخليت هذا الحشو بجيه وبديت نعمر في ليمون ديالي. الطبقه الاولى اللي هي طبقه شيكولا تختيني، اي شيكولا عندك تكون تختيني ديريها في القاع تاع المول. من بعد زيدي الحشو الثاني اللي هو الكاوكاو مع المعجون مع حلوه الترك مع ديول محمصين، ونبدا نعمر فيهم كامل. بالنسبه للحشو الاخير اللي هي لاكريم اللي تجي من الفوق، هذيك لاكريم واش درت فيها كاس تاع شانتيي مع كاس ناقص صباع حليب. سخنتهم فوق النار، حطيتهم، زدت عليهم شوكولا ديالي كنت قطعتها رقيق باش تمتم الدوبلي. من بعد ما ذابت خليتها في فريجيدير بيتا ليله كامله. الغدوه من داك طلعتها بالباتور وبديت نعمرتها في لابوش، وبديت نعمر فيها لي طارطولات ديالي عادي. ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه. وهكذا من بعد ما درتها في لابوش راني نعمر بها هذاك المول ديالي ولا المهرس ديالي، ونزينها من الفوق بهاد الاعواد تاع الكوفريت. تقسمي الحبه على زوج باش ما تجيكش طويله بزاف وتحطيها من الفوق. بالنسبه لهاد الاعواد تاع الكوفريت من الاحسن انه نهار تحبي تقدمي الحلوى ديالك ديريهم باش يبقاو مقرمشين. الشكل النهائي كيفاش جا بزاف شباب، بزاف هايل بريزونطابل. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي في التعليقات كيفاش خرج لكم. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. شو نقول لكم؟ شكرا للمتابعه. ما تنساوش لي لايك لي بارطاج والاشتراك في القناه باش القناه تكبر، وكذلك التفاعل يزيد في القناه شويه. شكرا للمتابعه والى اللقاء.